اهلا بيكم يا اصدقائي. طبعا كلنا شفنا شخصية دوري في فيلم فايندينج نيمو وحبينا الشخصية بكل تفاصيلها وخصوصا حوار النسيان اللي عندها ده. ولو انت لسه ما شفتش الفيلم الاولاني يا ريت تاخد لفة في القناة وهتلاقيه موجود. وبيبدأ فيلم النهاردة مع دوري وهي صغيرة، كانت بتعرف نفسها الاتنين وبتقول لهم اهلا انا دوري. وخدوا بالكم انا بنسى بسرعة جدا، وبنعرف ان الاتنين اللي هي بتكلمهم دول اصلا يبقوا باباها ومامتها، وان هما كانوا بيعلموها هي هتعمل ايه لما تقابل حد. بعد كده بيلعبوا مع بعض استغماية، ودوري بتلف وشها وبتقعد تعد من 1 ل10، لكن اول ما بتفتح عينيها بتشوف سمك صغير وبتروح تلعب معاه وبتنسى باباها ومامتها. باباها بيمنعها ان هي تروح مكان وبيقول لها ان احنا لازم نبعد دايما عن الطيارات البحرية، ودوري كانت خايفة جدا ان هي تنسى اهلها في يوم من الايام، فهم بيحضنوها وبيقولوا لها ان هم عمرهم ما هينسوها وان هي عمرها ما هتنساهم. بنروح لسمكتين بيسمعوا صوت حد بيطلب المساعدة، فبيلاقي دوري اللي بتقول لهم انها تايهه وبتدور على اهلها، وبيسالوها لو حد من السمك اللي معدي ده يبقى حد من اهلها، فبتلف دوري تشوفهم وبتبص لهم تاني وبترجع تبدا معاهم من جديد وبتقول لهم اهلا انا دوري، ممكن تساعدوني لاني تايهه. السمكه بتقول لها انت لسه قايله الكلام ده، فبتعرفهم ان هي عندها فقدان ذاكره. وبتفضل دوري ماشيه وبتسال السمك لو حد شاف عيلتها، وبتكبر دوري وبتكون لسه بتدور عليهم لكنها بتكون نسيت هي بتدور على مين، لحد ما ساعتها قابلت ميرلين ابو نيمو اللي ساعدته في الفيلم الاولاني. وبتدور احداث الفيلم الاولاني كله واللي في الاخر بيلاقوا فيها نيمو. وبعد سنه من احداث الفيلم الاول بتكون دوري بقت صاحبه ميرلين ونيمو، بتصحى من النوم وبتصحي ميرلين اللي بيقول لها لا احنا لسه بدري كملي نوم. وفعلا بتروح دوري تنام تاني لكنها بتقوم وبتصحيه تاني لانها بتكون ناسيه، وبيفضلوا على كده لحد ما ميرلين بيزهق وبيقول لها يلا احنا صحينا خلاص. بيروحوا هما الاتنين علشان يوصلوا نيمو للمدرسه، وبتفضل دوري تفتكر هما عملوا ايه علشان يلاقوا نيمو، وبتقول لميرلين ان اصعب مرحله دي كانت بتاعه الاربع قروش. فنيمو بيقول لها انت اخر مره قلت لي ان هما 3 بس. وبنشوف مستر ري اللي بيقول لهم كنتوا هتفوتوا الرحله، فبتتحمس دوري لكن ميرلين كان بيحاول ان هو يقنعها انها ما تروحش مع مستر ري علشان هو معاه سمك كتير وهي بتنسى وممكن تتوه منه، لكن ميرلين ما بيعرفش يفهمها فبيسيبها ان هي تروح معاه. واحد من السمك الصغير بيسال دوري انت منين لكنها ما تبقاش عارفه تقول له ايه، وبتقعد تسال نفسها هي فين عيلتها بالظبط. بياخدهم مستر ري علشان يمشوا، ولما بيوصل لهم بيقول لهم خلي بالكم من الطيارات البحريه، بيعدي سمك كتير اللي بيكونوا مهاجرين وبيكونوا شبه مستر ري. بتخبط فيهم دوري ولما بتفوق بتقول ان هي من خليج مورو في كاليفورنيا، وبتفتكر اهلها وبتجري دوري علشان تدور عليهم، لكن ميرلين بيشدها وبيقول لها ان كاليفورنيا دي في الناحيه التانيه من المحيط. بس دوري بتقوله ان هي مفتقداهم جدا، فبيبص ميرلين على نيمو وبيوافق ان هي تروح. بيسالوا نيمو لو يعرف يعدي بيهم المحيط، فبيقول له ميرلين ان هو يعرف واحد. ونروح لكراش اللي ميرلين قابله لما كان بيدور على نيمو، وبتقول دوري للسلاحف الصغيره ان هي بتدور على اهلها. وكراش بيوصل ميرلين ودوري لطيار كاليفورنيا، وبيروحوا بعدها المنطقة مهجورة، وبتفتكر دوري ان هي كانت هنا قبل كده، وكمان بتفتكر اسم باباها ومامتها وهم جيني وتشارلي، وبتفضل تنده عليهم. بس ميرلين بيقول لها ان صوتها كده عالي وان ممكن حد يهجم عليهم، وفعلا بيظهر اخطبوط كبير من ورا ميرلين وبيهجم عليهم، لكنهم بيجروا والاخطبوط بيفضل يجري وراهم، وبيعرفوا يحشروا الاخطبوط في حاوية من بتوع السفن، لكنه مسك نيمو وبيكون عايز ياكله، لكن ميرلين ودوري بيقدروا ان هم ينقذوه ويجروا. وبيطمن ميرلين على نيمو وبيتعصب على دوري وبيقول لها استني هناك. بتحاول دوري ان هي تدور على اي حد يساعدهم، لكن في ناس بيمسكوها وبياخدوها معاهم وبيحطوها في حوض وبيربطوا حوالين دراعها بطاقه، ولما بيمشوا بيظهر حبار اسمه هانك وبيكون بيغير لونه، وبيروح لدوري وبيقول لها ان هي موجوده في الحجر الصحي، فبتقول له دوري ان هي بتدور على اهلها، لكن هانك بيكون عايز ياخد البطاقه بتاعتها علشان يعيش في الحوض. بيحاول ياخدها لكن دوري مش بترضى وبتنسى من البطاقه حوالين دراعها، فبيسالها هانك انت ازاي نسيتي، فبتقول له ان هي عندها فقدان ذاكره. بيتفق هانك مع دوري ان هو يساعدها مقابل البطاقه، فبتوافق وبيحطها في الكتل بتاع الشاي. وبنرجع لميرلين اللي كان بيلوم نفسه علشان زعق لدوري وان هو السبب في ان هي اتمسكت. بيسأل ميرلين 2 من اسود البحر عن المكان اللي اتاخدت فيه دوري، فبيقول له ان هي مستشفى، وبيسالوا ان ازاي ممكن نخش علشان نلاقيها، فبيفضلوا يعملوا اصوات غريبه ببقهم. بنرجع لدوري وهانك اللي بياخدها عند الخريطه علشان تعرف مكان اهلها، بتبص دوري عليها واول ما بتشوف صدفه بتفتكر الصدف اللي كانت بتجمعه مع اهلها، وان الصدف البنفسجي ده كان المفضل لمامتها. وهانك بيجري ويستخبى لما بيشوف حد جاي. بتقرا دوري كلمه ديستني على جردل وبتكون عايزه تنط فيه، فبيحاول هانك ان هو يمنعها لكنه مش بيعرف. بتلاقي دوري سمك ميت في الجردل لكنها بتكون مفكره ان هم بيمثلوا فبتعمل زيهم. بيمسكها لشاري الجردل وبيرميها في حوض كبير، وبيكون في اطفال كتير بيتفرجوا عليها. بيكون الحوض عايش فيه قرش نظره ضعيف واسمه ديستني. دوري بتقول لها ان هي بتدور على اهلها، وديستني قاعده تخبط راسها في الحيطه بسبب ان نظرها ضعيف. بتتعرف ديستني على دوري
دوري من صوتها وانهم كانوا بيتكلموا مع بعض من خلال الانابيب وهم صغيرين، وبتعرفها ان هي من مكان اسمه معرض المحيط المفتوح. بيقول لهم حوت ابيض ان هم يوطوا صوتهم، فبتقول لها ديستني ان اسمه بايلي، وبتقول لها ان هو بيصدر اصوات ومن خلالها بيعرف اماكن الحاجه. بينط هانك في الحوض وبيكون عايز ياخد البطاقه بتاعه دوري. دوري بتقول له ان هي عرفت مكان اهلها، لكن هانك ما كانش مهتم وبيكون عايز البطاقه. ديستني بتعرفها ان هي ممكن تروح من خلال الانابيب وبتوصف لها الطريق. هانك ما بيرضاش ان هو يروح معاها، ودوري بتكون خايفه تروح لوحدها علشان هتنسى الطريق. بتفتكر اهلها لما كانت بتلعب معاهم بالصدف، وباباها كان بيقول لها دايما بيكون في طريقه تانية. فبتقول لهم دوري ان في طريق تاني وبتدور عليه، وبتشاور لهم دوري على الطريق وبتقول لهم تعالوا ورايا. وبنرجع لميرلين ونيمو، واللي بنعرف ان الاسدين كانوا بيعملوا الصوت ده بيندهوا على الطيور. بيعرفوهم على بيكي وبيقولوا له ان هي الطريقه الوحيده، وبيسالهم هيطير بيهم ازاي، فبيندهوا على جيرارد وبيقولوا له لو اديتنا الجردل هنقعدك معانا على الصخره. واول ما بياخدوا منه الجردل بيطردوه من على الصخره، وبياخدهم بيكي في الجردل ويطير بيهم. وبنروح لدوري وهانك وهم مستخبيين في عربيه اطفال، كانوا مستنيين الاشاره بتاعه ديستني علشان يتحركوا. بيسال هانك دوري هي ليه بتعمل كده، وان لو كان بينسى زيها كان هيفضل يعوم ومش هيدور على اي حد. لكن دوري بتقوله ان هي مش عايزه تعمل كده، وان هي عايزه تلاقي اهلها. بترش ديستني الميه وبتكون دي الاشاره على بيحرك هانك عربيه الاطفال، ودوري بتوجهه، لكنها بتشوف صوره نظارات فبتروح في اتجاهها. بيكي بيكون طاير بميرلين ونيمو، لكنه بيشوف فشار واقع فبيعلق الجردل في فرع شجره وبيروح ياكله. بيحاول ميرلين ان هو يحرك الجردل عشان يقرب من بيكي، لكنه بيتنطر هو ونيمو وبيقع في حوض سمك في محل هدايا. وهانك بيسال دوري هم ماشيين في الطريق الصح، فبتقول له ان هي ماشيه ورا اشاره النظارات. فبيقف في جنبه وبيتخانق معاها وبيقول لها ان هي بتضيع وقته، وبيقول لها تجيب البطاقه لان العربيه اللي هتنقله بيها هتمشي الفجر وهو مش هيضيع معاها وقته، وبيزعق معاها. وبترجع العربيه لورا من غير ما ياخدوا بالهم، وبيخشوا منطقه الاطفال وبيقعوا في حوض ميه. بيتلم الاطفال حوالين الحوض وبيفضلوا يمسكوا في السمك، وبتهرب منهم دوري وبتستخبى مع هانك. بتفتكر دوري لما كانت بتغني مع اهلها وهي صغيره، فبتمسك هانك وبيعوموا سوا لحد واحد من الاطفال بيحط صباعه على هانك فبيطلع حبر اسود، والاطفال كلها بتخاف. بيوري هانك دوري معرض المحيط المفتوح. نرجع لميرلين وهو بيحاول ينادي على بيكي علشان ترجع تاخدهم. بيتخانق نيمو معاها علشان زعل دوري، وبيقول نيمو لباباه ان هو مفتقد دوري، فبيقول له وانا كمان. وبيفكروا في طريقه علشان يعرفوا يخرجوا من الحوض، فبيشوفوا ميه بتطلع من الارض فبيقرروا ان هم يستخدموها علشان يوصلوا لبركه ميه. وهانك بيوصل دوري لمعرض المحيط وبيودعها وبياخد البطاقه وبينزلها الميه. بتفضل دوري تدور على اهلها وتسال السمك، لكن محدش بيرد عليها. بتشوف دوري صدف وبتفتكر ان اهلها كانوا قالوا لها لما تتوه تمشي ورا الصدف ده، وفعلا بتوصل دوري لبيتها لكنها مش بتلاقي حد. وبتفتكر دوري وهي صغيره لما مامتها كانت بتعيط علشان كانت خايفه عليها علشان هي بتنسى. بتشوف صدفه بنفسجيه فبتروح علشان تجيبها لان مامتها بتحبها، لكن الطيار بيزق دوري وبيدخلها في انبوبه. وبيكون ده الوقت اللي تاهت فيه دوري من اهلها. بتقابل 2 من السلطعون اللي بيقولوا لها ان السمك الازرق اتنقل الحجر الصحي علشان هيروح كليفلاند، ولو عايزه تروح هناك هي تعدي من الانبوبه، وبيوصف لها الطريق. بس دوري بتكون خايفه لا تتوه، لكنها بتخش الانبوبه في الاخر وفعلا بتنسى الطريق. فبيتكلم ديستني من الانابيب، فبيستخدم بايلي الموجات الصوتيه علشان يلاقي مكانها ويقول لها على الطريق. وفعلا بيشوف دوري وبيوصف لها الطريق بتاعها، وبيشوف عن طريق الموجات سمكه ماشيه في طريق دوري، فبيقول لها ان هي تهرب. لكنهم بيطلعوا ميرلين ونيمو اللي بيحضنوها اول ما بيشوفوها. بيروحوا مع دوري علشان تلاقي اهلها، لكنها بتكون قلقانه لو اهلها مش عايزينها علشان هي تاهت منهم. لكن ميرلين بيطمنها ان هم اكيد عايزينها. وبيوصلوا من خلال الانابيب للحجر الصحي وبينزلوا في حوض السمك. وبتشوف دوري حوض فيه سمك شبههم، فبيفضلوا ينطوا من حوض للتاني علشان يوصلوا، لكنهم في الوسط بيقعوا في جردل غسيل. بس هانك بيظهر وبياخدهم في كوبايه ميه وبيوديهم الحوض اللي هم عايزينه. بتفضل دوري تسال السمك عن اهلها، لكن بيقولوا لها ان اهلهم جم هنا بعد ما تاهت، وان من ساعتها ما حدش شافهم. بيقول لها ميرلين ان هم ماتوا، وبتنصدم دوري. وبياخدها هانك في الكوبايه وبينسى ميرلين ونيمو. وبيجي واحد يمسك هانك وبتقع منه كوبايه وتنكسر، وبتقع دوري ساعتها في الصرف ومنه للبحر. دوري بتفضل تطلب المساعده، لكنها بتكون ناسيه هي عايزه تساعد مين. بتفضل تفكر هتعمل ايه، وبتاخد بالها من صدف فبتمشي وراه، وبتوصل لمكان حواليه صدف كتير. وساعتها بتلاقي اهلها اللي اول ما بيشوفوها بيفضلوا يحضنوها. بتعتذر لهم دوري علشان تاهت منهم وانها نسيتهم، بس هم بيقولوا لها ما تعتذريش انت خلاص عرفتي تلاقينا. بيعرفوها ان هم بعد ما راحوا الحجر وما لقوهاش هناك جم هنا وفضلوا كل يوم يجمعوا الصدف علشان هم واثقين ان هي هترجع لهم من خلاله. ميرو ساعتها بتفتكر ميرلين ونيمو، وميرلين ونيمو بيكونوا لسه في الحوض، وبيسال ميرلين هانك عن دوري، بس هو بيقول لهم ان الكوبايه وقعت منه. ودوري بتكون بتحكي لاهلها عن قصه ميرلين ونيمو وهم رايحين ينقذوهم. بتلاقي دوري المكان وبتعرف ان هم في العربيه، وبتفكر دوري هتعمل ايه، فبتنده على ديستني وبيقول لها بايلي ان هم لازم ينطوا. بتتحرك العربيه اللي فيها ميرلين ونيمو، وبتكون ديستني خايفه تنط، لكن بيلي بيقنعها. وفعلا بينطوا، وبيلي بيفضل ان هو يتعقب الشاحنه بالموجات الصوتيه وبيقول لهم على الطريق.
وبيشوفوا ثعالب ميه، وبتفكر ساعتها دوري في خطه، وبتقول لديستني لما الشاحنه توصل ارميني هناك، وتقول لثعالب الميه تعالوا ورايا، وبترميها ديستني فعلا، وثعالب الميه بيمسكوها وبيحضنوا في بعض علشان العربيات تقف. ولما بتقف بياخدها ثعالب الميه على العربيه، وبياخدها هانك وبيحطها في الميه مع ميرلين ونيمو. وبيجي واحد بيضرب ثعلب الميه من العربيه، فبينده ميرلين على بيكي وبياخدهم في الجردل لكنه بيسيب دوري، وبينزل الميه وبيشوفوا ديستني واهل دوري اللي بيحضنوهم وبيشكروهم علشان هم اعتنوا بيها. وبيقول ميرلين لبيكي ان هو يروح يجيب دوري، لكن دوري مش بترضى تمشي من غير ما هانك يجي معاها وبتشجعه، فبيتشجع السمك كله ان هو يرجع المحيط تاني. بيحاول بيلي ان هو يتعقب الشاحنه لكنه ما بيعرفش، وبيقول هانك لدوري ان هم مش هيعرفوا يخرجوا خلاص. بتقول له دايما في طريقه تانية، وبتبص للسقف بتلاقي فيه فتحه فبيخرجوا منها. ولما الاتنين اللي فيها بينزلوا منها بيسرق هانك العربيه وبيقفل الباب بتاعها، وبتوجهه دوري. بتشوف دوري طيور النورس فبتقول له ان هو يمشي وراهم، وبيقربوا من المحيط لكن عربيات الشرطه بتوقفهم، لكنهم بينطوا في المحيط من طريق تاني، وبيخرج كل السمك من الشاحنه. بعد كده بنروح لدوري وهي مغمضه عينيها، والباقي بيستخبوا وهي وبتدور عليهم. ودوري بتروح علشان تتفرج على المحيط، لكن ميرلين بيفضل ماشي وراها علشان خايف ان هي تتوه، وبيقف ميرلين معاها وبيقفوا يتفرجوا سوا.